في قرية هادئة على ضفاف نهر جميل عاش رجل مسن يدعى أحمد. كان أحمد رجلا صالحا وحكيما، عرف أحمد بطيبته وعطفه على الآخرين. كان يعيش بسعادة في منزله الصغير بجوار حقله الخصب. منذ صغره كان أحمد شغوفا بالزراعة والزهور. كان يملك حديقة جميلة مليئة بالورود الملونة والنباتات المتنوعة. كانت حديقته ملاذه الخاص، حيث يستمتع بالسلام والهدوء. مع مرور السنين بدأت صحة أحمد تتراجع تدريجيا، وصار يشعر بتعب شديد وقلة الطاقة. قام بزيارة الأطباء وأخذ العلاجات، ولكن للأسف لم تتحسن حالته، حتى أنه بات غير قادر على السير في حديقته الحبيبية والاعتناء بها كما كان يفعل في الماضي. في إحدى السنوات الهادئة، وبينما كان أحمد يجلس محتارا في كرسيه، ظهرت له رؤية غريبة. ظهرت أمامه امرأة ذات بشرة شاحبة وعينان لامعتين. قالت له: أنا روح الطبيعة، وأريد مساعدتك في استعادة قوتك وصحتك. إن كنت مستعدا للسفر في رحلة استثنائية فستجد الشفاء والعافية. رغم تردده وخوفه، قرر أحمد المغامرة وقبول العرض الغامض. رافقته الروح الطبيعية في رحلة خارقة إلى بلاد الأساطير والسحر، حيث تجمعت الطاقة العالمية والشفاء العجيب. عند وصولهم إلى وجهتهم، وجد أحمد نفسه في واحة خضراء ساحرة. كانت الأشجار تلتف حوله والنباتات تتلألأ بألوانها الزاهية. وفجأة ظهرت له شجرة ضخمة تشع بالضوء الذهبي. قالت الشجرة لأحمد: أنا شجرة الحياة، وأنا هنا لمنحك العافية والشفاء. اطلب مني طلبا واحدا فقط، وسأمنحك ما تتمناه. تفكر أحمد للحظات قبل أن يتخذ قرارا، ثم قال بثقة: أرجو أن تعيدي لي قوتي وصحتي، وأن تعطيني القدرة على السير والعناية بحديقتي مرة أخرى. في لحظة، ومع تألق الشجرة، شعر أحمد بالطاقة تعود إلى جسده، وبدأ يشعر بالشباب والحيوية تتدفق في عروقه. تمكن من الوقوف والمشي بثقة، وكانت قدرته على العناية بحديقته قد عادت إليه بكل قوة. عندما عاد أحمد إلى قريته، لم يعد مسنا ضعيفا، بل أصبح رجلا قويا ونشيطا. بدأ يعتني بحديقته مرة أخرى، وكانت الأزهار تزدهر والنباتات تنمو بسرعة. تحولت حديقته إلى معلم جميل في القرية، أصبحت وجهة للسياح ومحبي الطبيعة. بدأ أحمد أيضا في مشاركة خبرته وحكمته مع الأجيال الشابة. أقام دورات تعليمية في الزراعة والبستنة، وشارك مع الشباب معارفه ومهاراته. كان يساعدهم في فهم أهمية الطبيعة والحفاظ عليها، وكيفية استخدام الزراعة لتحقيق الاستدامة والازدهار. تحول أحمد إلى رمز للأمل والصمود، وكانت قصته تلهم الناس في القرية وحتى في المناطق المجاورة. تعلم الناس منه قيمة القوة الداخلية وقوة الطبيعة في التجديد والشفاء. ومع مرور السنين عاش أحمد حياة طويلة وسعيدة. ترك بصمته في الأرض التي أحبها، واعتبرت حديقته تحفة طبيعية تزهو بالحياة والجمال. حتى بعد رحيله استمر تأثيره الإيجابي على الأجيال القادمة، حيث تذكروا قصة رجل الحديقة العجوز الذي استعاد صحته وعاش حياة مستمرة ومليئة بالمعاني. تظل قصة أحمد تذكرنا بأن الشفاء والقوة لا تأتي فقط من الخارج، بل تنبع من داخلنا ومن الروابط التي نقوم ببنائها مع الطبيعة والعالم من حولنا.